بالبداية خلونا متفقين على انه سامسونج سوت ضجة بموضوع الذكاء الاصطناعي بسلسلتها الجديدة اللي هي S24 وال24 بلس وال24 الترا. بالاضافة الى موضوع الذكاء الاصطناعي سوت تحديثات على بعض الاجزاء، مثل الشاشة صارت مسطحة بالكامل لان محدبة سوت مشاكل هواية، فخلوا نهاية التحدي بالشاشة، وهذا كان ينتظروا اغلب مستخدمين سامسونج. إضافة إلى المعالج يجي بالألترا سناب دراجون 8 جيل ثالث مبني على منصة 24 نانومتر. الذاكرة الداخلية 12 جيجا بايت وتقدر ترقيها إلى 20 جيجا بايت. خلونا بالمهم، هواية نسمع عن موضوع الذكاء الاصطناعي وده ياخذ حيز كبير، بس فكرتوا بيش ممكن يخدمنا؟ شوفوا، موضوع الذكاء الاصطناعي لازم تاخذوه على محمل الجد حتى تعتبر انت كشخص يواكب التطور اللي قاعد يصير. الذكاء الاصطناعي هو باختصار وجد حتى يسهل عليك الحياة. مثلا تسأل تطبيق سؤال وهو راح يجاوبك بدون ما تبحث وتبقى تصرف وقت وجهد، مو بس تسأل، حتى تنطيه اوامر وتسوي اشياء هواية. فالذكاء الاصطناعي جاء للتسهيل، وموضوع انه الذكاء الاصطناعي راح يحل محل البشر هذا ما يفكر بهيج شيء الا الضعيف. راح يبقى البشر سيد الموقف وهو اللي يتحكم بالتطور. فالذكاء الاصطناعي شيء ما يخوف اطلاقا. المهم نرجع، الذكاء الاصطناعي دخل على اجهزة سامسونج الجديدة. بس يا محمد احكي لنا بالقلم العريض، شنو هذا الذكاء الاصطناعي؟ يعني شنو يسوي؟ شوف، اولا شفت صوره وتريد تعرف تفاصيلها، مثلا عندك صوره بالاستوديو تريد تعرف تفاصيل هاي الصوره، مثلا المكان ومنو اخذ الصوره ومن اي بلد وشلون ممكن تشتريها اذا كنت تفكر تشتريها. يعني باختصار يطلع لك تفاصيل الصوره الموجوده عندك بالاستوديو كامله، بالاضافه الى انه يترجم لك مباشر، يعني تحكي عربي وقبل هو راح يترجمه الى لغه ثانيه مثل الصيني او الياباني او اي لغه تريدها. وها بالنسبه لهذا الموضوع يعني ترجمه مباشره ويا الشخص اللي قاعد تحكي وياه من غير دوله، ممكن تحكي وياه بالعربي وهو راح يترجم بالانجليزي، يرجع لك الحكي مالته يرجع لك بالعربي. ثانيا مثلا اخذت صوره والصوره شويه زواياها مو كامله، او الصوره مثل ما نقول مقطومه عندنا نقول بالعراقي، اضافه الى انه ممكن تمحي جزء او تمحي بنايه او شخص من الصوره بكل سهوله. صراحه هذا الموضوع كان ياخذ وقت كلش طويل عندنا بالفوتوشوب، هسه بكبسه زر واحده كل شيء ينتهي. ثالثا تقدر تسوي خلفيات وتخليها تتفاعل ويا الجو، مجرد تكتب كتابه تقول له مثلا اريد خلفيه مثلا بغروب الشمس على البحر كذا، المهم تسوي لك هيك، وهاي الخلفيه راح تخليها بالتليفون وتخليها تتفاعل مثلا ويا الجو. رابعا وهاي الميزه جباره الصراحه، صورت فيديو وردت تخليه بطيء وانت صورته ب 24 فريم، وهاي الميزه هاي كلش قويه، مستحيل انه هي الفيديو مصور ب 24 فريم بس ويا الذكاء الاصطناعي راح يسويه 120 فريم. تتخيل وياي راح يسوي 120 او 240 فريم، راح يكمل الفريمات او يكمل الصور الناقصه بالفيديو. لا هذا الموضوع مستحيل. يعني انت اليوم راح تخلي اي فيديو مصور عندك تصوير عادي الى فيديو بحركه وحركة سينمائية، وتعرف موضوع الفريمات كلش يعني موضوع كلش معقد، وما فكرنا في اليوم انه عن طريق تليفون عادي تحصل على فريمات عالية او سلو موشن او تبطيء للفيديو بصورة كلش قوية. بالنسبة للشكل الخارجي طبعا الجهاز صار اطاره تايتانيوم. يعني شنو استفاد من التايتانيوم؟ وزنه صار اخف، بالاضافة الى انه راح يتحمل الصدمات. سطوع الشاشة يوصل الى يوصل الى 2600 نتس، يعني بالاجواء المضويه او المشمسه تشوف الشاشه بكل وضوح. وها صار تقدر تستخدم الكاميرا داخل تطبيقات السوشيال ميديا مثل الانستغرام، فيسبوك، تيك توك، بدون ما تخسر الدقه، بدون ما يكون عندك اهتزاز بالفيديوهات اللي يصورها، بواسطه طبعا الذكاء الاصطناعي. هاي الميزه كلش قوي كلش حلوه. مثلا كان عندك اجتماع واريد تسجل كلام الناس الموجوده، طبعا عندك افرض عندك 5 اشخاص او 6، فراح تسجل الكلام عن طريق الساوند ريكوردينج. بعد ما يكمل تسجيل راح يحولك هذا التسجيل الى كتابه. مثلا يقول لك الشخص الاول حكى هيك، الشخص الثاني بناء على نبره الصوت، الشخص
الثاني هيك قال، ويرجع الشخص الاول هيك رجع قال، ويرجع الشخص يعني تخيل يقسم لك الاجزاء ويقول لك كل شخص شنو قال، اضافه الى انه يلخص لك الكلام اللي انحكى بداخل هذا الاجتماع، وهذا كله كتابه. وما كنا فد يوم نتوقع انه راح نوصل لهذا التطور او هاي التقنيه، انه نحصل على هيك ميزات بتليفون بسيط وبدون فلوس. تخيل البرامج الموجوده هاي كلها الذكاء الاصطناعي كلها بدون ما تدفع ولا سنت واحد. صراحه خلص انا راح احول على سامسونج، ميزات جباره بدون مجامله، السعه بالالترا توصل الى 1 تيرا. شوفوا حرفيا الميزات اللي موجوده في هذه السلسله قويه وتواكب التكنولوجيا. ابل على عيني وراسي، بس الذكاء الاصطناعي بهذا الجهاز يعتبر البوابه لبقيه الهواتف، واعتقد ابل راح تمشي على خطى سامسونج. الاسعار ما تفرق، نفس النسخ السابقه. بالنهايه شنو رايكم؟ راح تشتري هذا الجهاز لو لا؟ ويسوى ترقي من 23 الى سلسله ال 24؟ اكتبوا لنا بالتعليقات وشاركونا آرائكم، ولا تنسون تتابعوني حتى تعرفون أكثر عن التقنية والتكنولوجيا اللي تفيدكم بحياتكم اليومية. كان وياكم محمد من قناة مونتوغرافي، نشوفكم فيديوهات جاية، في امان الله.